السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا بنات، يا رب الكل يكونوا بخير وبصحة وعافية، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا إن شاء الله اليوم راح نشتغل الداطلي. ما تدرون هذا الداطلي من يمتى أنا مسجلته، إلا أنه تأخرت لأجل موضوع واحد فقط، وهو أنه هواي يسألون منين أشتري الفورمات مالت الداطلي، وخليت لكم الفيديو بالتصوير، يعني انه وين بأي مكان وكذا بنهاية المقطع. طبعا المقادير ان شاء الله راح اكتبها لكم. اللي استعملته كوبين من الماء، تقريبا ملعقة ونص من الزيت، وتقريبا الحرارة متوسطة، يعني لا هي عالية ولا هي ناصية، لحد ما يعني أبدي أحضر جميع المواد. أنا حرارتي أخليها على الناصية، لا أخليها عالية كلش بحيث تفقد لي جزء من الماء بالتبخير، ولا أخليها ناصية حتى ما يعني تفور لي الماء. هذه الأمور وإن كانت هي سهلة والأغلب منتبه لها، بس أكو ناس للأسف ما تنتبه لهالأمور البسيطة، وهو هذا الموضوع يعني سبب انه بفشل الداطلي وغيره. الحلويات يحتاج لها نوع من الدقة حتى تقدرون تكملون. هنا عندي تقريبا ربع كوب من الشيرة. الشيرة هنا ثقيلة، هي شيرة داطلي. طبعا انا ما راح احكي لكم عن شيرة الداطلي، لان شي اكيد عندي انا داطلي مشتغلتها لكم سابقا، وتقريبا نفس المقادير ونفس الطريقة، بس هالمرة ضفت مكون. وهواي بنات سألوني هل انه بذيك الطريقة انا ضايفة مكون او لا، فخلي نشتغل سوية ونعرف. المهم يا حبايب، الموضوع هو عبارة عن طبخ للعجينة. يعني اكو طريقة اخرى وهي اضافة الخميرة، ونقدر نشتغله بدون طبخ. وان شاء الله اذا حبيتوا هذه الطريقة انه اوضح لكم بدون طبخ، كتبولي بالتعليقات وراح انزلها لكم اذا شفت عليها اقبال. وفانيلا كريستال، وشفتوا الكريستال شلون بيه ذرات؟ هاي الفانيلا مو طبيعية، كلش احبها، يعني سواء كانت بالمقليات او المعجنات ريحتها ولا اروع. المهم من نوصل الى هذه المرحلة من الفوران، اضيف كوبين من الطحين، وشي اكيد ابدي امزج المكونات. وهنا النار ناصية حتى لا تحترق عندي العجينة، انصي النار. وضفت تقريبا ربع كوب زيادة من الطحين حتى اخلي العجينة عندي متماسكة، بحيث ابدا ما تتطشر، خلي نسميها تتثحرب، مو الشكل. مرات احنا نقص الداطلية وقصتها حلوة ومرتبة، وانا اخليها بطة وهي تصير لي ذرات متناثرة، يعني متثحربة. شنو سببها؟ سببها انه العجينة مو قوية، والداطلي عجينته قوية يا حبايب. وهسه ابدي اضيف ربع كوب من النشا، خلي نقول ملعقة كبيرة جدا. طبعا هنا اللي يضيف نشا راح يتحمل مسؤولية، وهي انه انا من اقلي، شوفوا هذا الجهاز او مو الجهاز، هذه الفورمة العفو، تمام. وشي اكيد يعني انا مسوية فيديو كامل عن القص مال داطلي والى اخره. فبالنسبة لي النشا اولا لازم تخلين النار مو كلش عالية، تخليها متوسطة حتى لا فقط يتقرمش
السطح أو مثلا الغلاف الخارجي أو فقط القشر مالت الداطلية وداخلها لا. 2 لازم عندي الشيرة بحرارة الغرفة، أبدا ما بيها سخونة. إذا بيها سخونة قولي الداطلية راح تطلعيها منه، راح تذوب منه لأن النشا ما يتحمل. 3 وهي إنه الداطلية إذا هي حارة لا تغطونها. هذه 3 ملاحظات عليكم إنه تخلوها بعين الاعتبار إذا ضفتوا نشا. الحرارة متوسطة، الزيت يحمى. الحرارة متوسطة، الزيت يحمى. طبعا انتم راح تشوفون الحرارة نوعا ما تتناثر، راح تقولون عالية، بس هي لأن مشغلة المروحة أنا كنت بوقتها. الحرارة متوسطة، الزيت حامي، وما أضيف هواي، لا أضيف هالشكل. هذا الطريق يعني الأوضح والأبسط إنه سلكوا يا بنات. أما إذا ضفتوا كميات وشي فوق شي ما راح تطلع لكم داطلية مقرمشة قصتها حلوة مرتبة، طعمها طعم السوق، ماكو أي فرق. وإذا تلاحظون هسه أنا مو جاي أقلي، بس خلوا ببالكم أنا جاي يعني أنطيها زيت، ما جاي يعني شلون أوضح لكم. شوفوا الداطلية أنا ما جاي يعني أطخه، فحتى من أريد أطخه أذبلها زيت. عرفتوا شلون؟ يعني أكو فرق بين إنه أنا أطخها وأخرب نقشتها وبين أنا يعني أنطيها زيت وأشيلها. فهذه مدارات. يعني هسه وين تقولون زهراء يعني مو لهالدرجة الحكي، بس لا فعلا يعني القلي مال الزلابية مال العوامات إلى آخره من هذه المسميات كلها يحتاج لها إلى يعني شغل إيد وشغل عقل، مو فقط الإيد تشتغل، لازم انتي تعرفين شنو جاي تسوين. شوفوا شلون تحمرت وصارت ولا أروع، لا طفرت، لا انفجرت، لا تناثرت، لا صار بيها أي شي، ولا أروع من هالشكل. شوفوا الكمية ما ضفت هواي، وراح يعني أقلي على دفعات وفقط. هذه النتيجة النهائية. شوفوا الشيرة إن شاء الله راح أنزل لكم رابط الداطلي اللي مشتغلته قبل فترة، سولفة عن الشيرة بالكامل وماكو أي صعوبة بالموضوع. وبالنسبة للمكان يا حبايب هسه أشرح لكم بالتفصيل وين صاير المكان اللي أشتري من عنده الفورمات. طبعا هو بالعشار، وين الشارع اللي يبيعون بالتانكيات والتنور والى آخره. فهسه أنا صورت لكم المكان اللي يبيعون بهذه الأمور، والمدخل اللي هو أعتقد يسمونه المدخل مالت الأمير، اللي المكان اللي يبيعون بيه أيضا زوالي وكذا على الشارع. ومن هالمحل أخذت أنا الفورمات. وطبعا مو فقط هو هذا المحل واللي بصفة واللي بصفة كلهم يبيعون هذه الأدوات، حتى تشوفون إنه شنو يبيعون بعد، حتى تعرفون تسألون من وتلقون هذه الفورمات عند من. وطبعا المكان بالبصرة وبالعشار وشارع الأمير. واللي هنا يا حبايب استودعكم الله وفي أمان الله تعالى وحفظه. وشي أكيد لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وفي أمان الله تعالى وحفظه.